السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير ومع حلقة جديدة من حلقات الستين مباراة الغير خالدة لمستر بوبي فيشر، وهيلاعب فيها الأستاذ الدولي الكبير الروسي مستر إيفن جيلر، صاحب اللقب أو الملقب ب ذا راشن شيف، الشيف الروسي اللي هو بيطبخ الافتتاحيات والتحضيرات وبيسبكها على كيفه، كأنه واقف في المطبخ بيحضر الأكلة الجميلة. كذلك بيحضر الافتتاح واللاينات الجميلة جدا. أستاذ دولي كبير قوي جدا، مشهور بتحضيراته وافتتاحياته. المباراة دي سنة 1962 هيلعب فيها مستر جيلر بالأبيض ومستر فيشر بالأسود. تعالوا نشوفوا هيحصل إيه. قال له اي 4. قال له انا جاي لك بالصقلي، انا عاوز اكسب. فيشر قوي جدا وبيلعب على مكسب دايما، لعبه اجريسيف. قال له نايت اف 3 دي 6. قال له دي 4. لو سمحت يا مستر فيشر انا عاوز العب الصقلي المفتوح. قال له تحت امرك. سي دي 4، نايت في دي 4، نايت اف 6، نايت سي 3، اي 6. قال له ممنوع تنط بالاحصنه بتاعتك من هنا. قال له تحت امرك. بيشوب اي 2، اي 5 مستر فيشر. قال له نايت بي 3، بيشوب اي 7. عاوز يبيت مستر بوبي. تبيت بيتوا الاثنين بيشوب اي 3، وعاوز يوصل لسيت اب فورميشن او شكل معين مستر ايفنجيلر هو محضره. كوين سي 7. قال له اي 4 من النقلات الرخمة جدا والقوية، وانت بتلاعب اي حد الصقلي بيبقى نفسه يطلع البي 5. فانت بتحرمه منها بشكل قوي. وبيبقى نفسه برضه يطلع البي 4، فانت عامل له كماشة هنا كمان وهنا وهنا، فانت مانع الالعاب بتاعته. فمستر ايفنجلر لعيب واعر زي ما بنقول، فاهم الافتتاح طالب ايه وبيمنعه. بيشوب اي 6. قال له اي 5، كمان مساحة قوية جدا على على الجناح ده. نايت بي دي 7. قال له نايت بي 5، انا عاوزك تنسى قصة المربع دي 5 ده خالص يا عم فيشر. نايت دي 5، اف دي 5، بيشوب اف 5، سي 4، بيشوب جي 6، روك سي 1، نايت سي 5، نايت بي سي 5، شوية تكسيرات دي في سي 5، بي 4. قال له افتح لي بقى الموقف من الناحية دي. هتاكل هنا ببلاش، هجيلك بالفيل بتاعي وهخليها ليلة ضلمة عليك يا فيشر. آه فيشر قال له طيب أحسن يا عم. روك اي سي 8. تعالوا نشوفوا لو كل البيدق. كل سيف بي 4. قال له بيشوب هات وزيرك ده. ومستر ايفنجلر عنده تفوق 2.5 بالشكل ده، نتيجة البيادق الجميلة دي اللي هتدعم الفيل والفيل يدعمها. وكمان هيزقوا على الفيل ده يحبسوه. والرخ دعمة البيدق ده والوزير داعم البيدق ده. بدائين سالكين أقوياء جدا في الوسط. الفيل ممكن يشتغل كمان من على الوتر لو ضاغط هنا. لعب قوي جدا، ففيشر اتجنب القصص دي كلها. وجاب الرخ نقلة كويسة. قال له كوين بي 3. قال له بيشوب بي 6. قال له روك اف دي 1، كوين اي 7. هات بيدق في بيدق. بيشوب في سي 5، كسر في الفيل. روك في سي 5. ولو حضراتكم ملاحظين ان آه، مستر ايفنجلر عنده بدائين أقوياء جدا في الوسط بيدعموهم الإرخاء.
والفيل في تناغم ما بين القطع كلها بعضها البعض. قال له حميت البدء بتاعي روك دي 8، روك اي 4 حميت برضه من الناحية دي، بيشوب اف 5، روك بي 4، بيشوب سي 8. القطعة بتاعتك دي هتفضل قطعة سيئة لأنها ما بتقومش بمهام جيدة غير إن هي تحمي البيضة اللطيف ده. هتقول لي طب ما في قطعتين هم متعلقين، هقول لك لا، القطعتين دول غير الوضع بتاع القطع دي، دول اللي هيكمين وعاملين ستريس وضغط. روك بي 6، تعالى بقى. قال له روك بي 6 مفيش نزول على الصف السادس، قال له براحتك. روك في دي 6 كسر روك في روك، قال له انا عاوز برضه يبقى ليا ضغط على البيضة الضعيف ده، هيفضل لآخر الدور والبيضة ده مثبته. كوين سي 7، قال له كوين اي 4 بيشوب بي 7، كوين اي 3، كل البيضة. قال له انا كمان من الافكار الجميلة جدا اللي لازم تحطها في بالك تلعب على الالعاب التبادلية، تاكل وزير هنا، اكل وزيرك هنا والدور ماشي. قال له ماشي انا موافق، قال له براحتك. اتش 3 بفتح مجال للهروب للملك بتاعي او النفس. كوين بي 1 تشيك، قال له كينج اتش 2 بيشوب اف 5، بيشوب اف 5، كوين سي 3، كوين اي 4، بيشوب اف 3، قال له كوين بي 4، قال له هات عادي بيدق في بيدق، خد فيلك وامشي. سي 5 بدائين خطيرين جدا، فاضل لهم خطوتين رقوا. A5 قال له C6 والأفضلية معايا. كينج F8 بيقرب يحاول يشترك في الدفاع مع الفيل ده ويمنعه تقدم البيادق والترقية. D6 كينج E8 قال له أنا عملت لك جدار الشهير بتاعنا، ممنوع طلوع ونزول. فهم استراتيجي قوي من مستر إفنجلر. بيشوب E2 قال له A4، بيشوب B5، هات البيدق بتاعك وهات كشة هنا أطردك بيها على الملك بتاعك. هنا في كشف. E3 أنا رايح أرقي وزير، قال له توصل بالسلامة يا عم فيشر، أكون أنا خلصت عليك، اديني بس كشة بسيطة. C7 قال له يا عم ولا يهمك. كينج F8 قال له يا عم انت ولا يهمك، هات D7. قال له بيشوب في D7، كل البيدق. قال له انا رايح ارقي اجيب وزير، قال له يا عم مين يعيش، انا جبت وزير قبلك. كينج B7 هات بقى الوزير بتاعك الجميل ده اللي رايح يرقي. D3 قال له هات تلعب اي نقلة، اقول لك هات هنا الوزير التاني بتاعك وحطمك. قال له على ايه التحطيم يا عم افهم جيلر، انا نصحوني قبل ما لعبك، قالوا لي الراجل ده واعر، ما صدقتش. تكسير عظام من مستر افهم جيلر، مسك فيشر غسيل ومكوى. شغل فاخر من الاخر زي ما بنقول. يا رب تكونوا انبسطتم بالحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.